مساء الخير يا جماعة. أنا مروان سري. في ناس عارفاني وفي ناس ما تعرفنيش. أنا من يومين بالظبط أصبحت واحد من الملاك الرسميين لنادي داجنهام أند ريد بريدج الإنجليزي، واحد من المستثمرين من الشركة المالكة المستثمرة في النادي. والنهاردة بعلن رسميا إني خارج النادي بشكل رسمي وبشكل واضح، ولا أمت بأي صلة للنادي بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي في اي مكان في الدنيا. خليني اشرح لكم كل المشاكل اللي ادت الى ده، ولكن قبلها لازم اتكلم على الحلو اللي كان في المشوار، عشان الوحش اكيد هنتكلم فيه بشكل واضح. الحلو ان لازم اشكركم ولازم اقول لكم الدعم اللي حصل ده شيء غير عادي، شيء ساندنا دلوقتي انا وسلمى برغم اللي بيحصل وبرغم المشاكل اللي احنا فيها، شيء مصبرنا، شيء مخلينا عندنا ظهر. انتوا ظهرنا، انتوا الحلم اللي صدقناه والحلم اللي هزرنا بيه يمكن في الاول واصبح حقيقة وقعدنا نشتغل عليه شهور تعبانين ومصدقين ونقول يا رب يوصل صح ويا رب فكرتنا توصل لنادي، لحد ما لقينا النادي، لحد ما انتوا صدقتوا ومشيتوا ورانا في الرحله اللي نزلت. ومش بس صدقتونا، انتوا نجحتوا المشروع بعد ما اعلنت رسميا اني بقيت واحد من الملاك في النادي رسمي. الصفحات والسوشيال ميديا والدنيا انفجرت، وصلت لحد فوق ال 500 ألف متابع عربي دخل على صفحات النادي. عملتوا قيمة غير عادية، وده أثر على طول إن السبونسرز ابتدوا يكلموني، ابتدوا المعلنين يقولوا لي إزاي نعلن في النادي ونساندك وإزاي نبقى جزء من المشروع ده. ابتديت فعلا أحس إن الخطة ناجحة، إحنا مش جايين نلعب زي اللي ظهر في البريس كونفرنس أو اللقاء الخاص بسكاي سبورتس اللي نزل. اتكلمنا الحقيقه فيه كتير جدا، واللي نزل منه هو 20 ثانيه. الجزء الخاص بتاع ان انا جاي العب فيفا، الجزء بتاع سلمى اللي هي جايه تشتري او بننقي نادي لونه احمر. الكلام ده كان جزء من الرحله اللي حكيناها كجزء ترفيهي، ولكن الجزء الحقيقي اللي احنا تعبنا واشتغلنا وكان فيه مشروع وكان فيه ده، وده انتوا صدقتوه الحقيقه اكتر من الجمهور الفعلي للنادي اللي كان موجود. وده الجزء الاخر اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده، الجزء المظلم اللي الحقيقه مش عايز اعمم برضه واقول ان كل الجمهور كان مظلم، لا، كان في جمهور الحقيقه استقبلنا. الناس كانت مرحبه جدا، كانت عايزه تسمع، كانت عايزه والله طب نشوف الراجل ده ممكن يجيب لنا فايده ولا لا. انا لسه ما كملت الساعات، ولكن الجزء الاكبر الحقيقه اللي كان صوته مسموع هو الجزء العنصري اللي رافض يسمع، اللي مش عايز يتقبل لاسباب جدا واضحه عنده هو شخصيا. صوته كان واصل على فكره واحنا بنصور الفيديوهات اللي جينا فيها اكتر من مره، وشفته في الفلوج الناس ازاي كانت فايره على الاداره وعايزه تغيرها وعايزه تغير الملك، برغم ان الملك واحد ما بقالوش سنه. الراجل ده لسه كان شغال، كان عنده اتفاقات معانا، هو اللي وصلنا وهو اللي تفهم منظورنا وآمن جدا بالفكر والمجتمع العربي اللي ممكن فعلا يدخل استثمارات كبيرة في النادي. ولكن الإدارة كان عندها فشل عايزة تحمله لأي حد، عايزة أي كبش فدا تحطه عشان يداري عيوبهم ويداري اختياراتهم ويداروا المصايب اللي هم فيها. وده حصل على فكرة بالمناسبة وشفتوه مع جيمس كينج، الراجل اللي كان ماسك كرة في النادي وتمت إقالته والمصايب لسه ما هديتش. فيعملوا ايه؟ فيلاقوا حد تاني يحملوه الليلة كلها. مين هو؟ هي سلمى مشهور. ليه؟ بسبب مبادئها، بسبب العنصرية اللي متوجهة للجمهور، وانهم يخضعوا للجمهور كإدارة، وانهم يحملوها كل المسؤولية بدون انذارها، بدون اعلامها، بدون ما احنا نكون عارفين ولا متفقين على اي قرارات مفروض اكون عالم بيها. خاصة لو حاجة تخص سلمى مشهور، ده مش هيتسكت عليه، حق سلمى مش هيروح. احنا اتخذنا كل الاجراءات القانونية اللي مفروض نمشي وراها، وفي الاخر هنفضل احنا صح، هنفضل على مبادئنا، هنفضل على الطريق اللي احنا ماشيين عليه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ده بنقولها دايما، ما تعرفش الخير فين. في الاخر رحله طويله تعبنا فيها ولكن ربنا هيدينا على قد تعبنا ده، وما تعرفش القصه هتنتهي فين. انتوا خليتونا نصدق اي حاجه في الدنيا بدعمكم وبالحاجات الجميله اللي انا اتكلمت عليها، اللي خلاص مش قادر اي مهما كلام قلته هيبقى قليل على اللي انتوا عملتوه. والله حاجه ما تتوصفش. ربنا يخليكم لينا، مساندتكم دي وهي اللي مصبرانا وهي اللي موقفانا لحد دلوقتي. التلفزيون العربي.